السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد ديكس 3، والنهارده مش هنلعب لعبة. انا عارف ان انا دي لي فترة كبيرة جدا جدا بعد عن نفسي عن اليوتيوب وفيسبوك وكل حاجة، انا عارف، بسبب ان انا كنت عيان وكنت بمر بحالة نفسية صعبة جدا، يعني ربنا ما يوريهاش لحد. المهم، طبعا فقت شوية ورجعت، حتى أنا لسه فاتح فيس يعني من اسبوع يعني، وقلت يعني انزل فيديو بالمرة وكده. بس النهاردة مش هنزل لعبة يعني، بس هنزل حاجة عايز اعرفها لكم. اولا يا جدعان، بالصلاة على النبي كده، يعني انا كيوتيوبر يعني لسه جديد ولسه بادئ، كنت فاكر ان انا لما افتح القناة بتاعتي، كنت مغيب ساعتها، كنت فاكر انها هتبقى كده. لكن هي الصراحة طلعتش كده، هي طلعت كده. وكنت فاكر برضو، يعني انا كنت فاكر حاجتين، يعني انها تبقى كده وكده، والتانية حاجة انها تبقى كده. كنت فاكر برضو الحاجة التانية ان انا يعني نسبة ان الناس اللي هتتفرج على الفيديوهات يعني هيعلقوا عليها، هتبقى كده، التعليقات بتاعتهم هتبقى كده. بس من الواضح ان انا كنت غلطان جدا جدا جدا، يعني ان اصلا التعليقات بتاعتهم فهي كده. ونفسك اقول تعليق من واحد اسمه محمد خالد، بيقول لي من غير زعل انت اسوأ يوتيوبر في العالم وبوظت سمعة مصر. الشتائم دي كلها يا عم ارحم نفسك، كنت متفائل بيك، نصيحة لكل اليوتيوب. بص يا عم محمد ابو خالد، لو انت هتتفرج على الفيديو ده يعني، انا عارف انت مش هتتفرج، مش هوصل لك اصلا، ما علينا. المهم انا هرد وخلاص. يعني انا اولا يا جدعان ما بشتمش في فيديوهاتي، لان انا اصلا يعني انا ممكن يعني عشان ما ابقاش كداب. وفي فيديو في الماستر ليج في بيس 2013 شتمت فيه، قلت كلمة وحشة، بس يعني انا كنت غلطان، كنتش لسه فهمت في المونتاج ان انا حتى احط الصور اللي هيقطع الصوت اللي هو بيزمر على الكلام او كاتم الشتيمة او يعني اقطع اصلا الشتيمة ذات نفسها. فكنت انا تعبان اصلا، ان كنت 5 مرة اصور الفيديو بتاع الماستر ليج ده، فقلت هنزله خاصه زي ما يحصل يحصل. يمكن ده الفيديو الوحيد اللي طلعت فيه لفظ خير، اما كل الفيديوهات فشتيمة عاديا جدا 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 لو شتمت. وبعد كده مش انا يعني، انا لو بصيتوا كل اليوتيوبر اغلبيتهم بيشتموا وبيعملوا وبيسبوا وبيلعب، مش معنى انا يعني يقعد يقول لي انت اسوأ يوتيوبر في العالم، ارحم نفسك من الشتيمة، انت بتتكلم فيها. ده غير انه بيقول لي ان انت
شوهت سمعة مصر. يعني ايه عندي هنا بيقول انت من غير زعل اسوأ يوتيوبر في العالم، قليل الادب وبرزت. يعني انا برزت ليه؟ يعني شخيت سمعة مصر مثلا يعني، ولا بوظت سمعة مصر؟ هو كاتب غلط يعني تقريبا كده، بوظت سمعة مصر. يعني انا بوظتها فاني يعني، وانا عشان كل الجملة اللي انا قلتها دي يعني هي اللي بوظت سمعة مصر. شوهت سمعة مصر قدام العالم يعني. الخمسة ستة دول كانوا بيودي باي والفرقة اللي انتوا عارفينها يعني، ولا اللي بتتفرج على الفيديوهات يعني. مش فاهم بوظت سمعة العالم ازاي. هو طبعا في ناس بتعلق يعني، اتنين تلاتة كده بيعلقوا لي على الفيديوهات يعني بتاع كل مرة، وساعات ما بيعلقوش كمان، بس بيعلقوا باحترام يعني. وهو الراجل علق باحترام، بس كلامه شلني الصراحة يعني. ده غير ان في ناس كتيرة بتشتمني يعني، وانا كنت بحذف التعليقات بتاعتها، بتشتمني بامي وبابويا ليه مش عارف. واحد يقول لي طعمية يا مصر طعمية، والتاني يقول لي كل زوك مش عارف يعني ايه كل زوك دي، بس بيقول لي كل زوك مش عارف ايه اكل عندهم دي ولا مش عارف. و واحد التاني يقول لي كل تبنة. اجري تبنة وزوك. مش فاهم اي حاجة الصراحة يعني. فياريت يا جدعان دعموني عشان ابتديت اتخنق الصراحة يعني. انا بجد ابتديت اتخنق وانا مش عارف يا انا هفضل كده لحد امتى. فانا هصبر الشهر ده. لو ما لقيتش دعم فانا هضطر ان انا اقفل القناه، وانا اسف جدا جدا يعني، عشان انا ما ابقاش تعب في الاخر واحد يقول لي انت اسوأ يوتيوبر في العالم وبوظت سمعه مصر، والتاني يجي يشتمني بامي واهلي، وما لاقيش خمسة ستة اتفرجوا على الفيديوهات. لا انا ما ينفعنيش كده الصراحه. فيا جدعان انا هصبر الشهر. لما قال لي لو ما لقيتش ان انا لاقي دعم او باخد دعم انا كويس، او شايف ان في حد بيحترمني وبيحترم الفيديوهات اللي بنزلها، انا كرأيي انا في نفسي، انا شايف ان انا بعمل حاجه كويسه مش وحشه، والمحتوى بتاعي انا شايفه انه كويس، ما بعملش حاجه غلط، وشايف ان انا بتعب على الفيديوهات. طب كان انت شايف غير كده فدي حاجه ترجع لك انت، ما ترجعليش يعني. ولو كده خلاص يعني انا اقفلها واقعد احسن يعني. بس انا افتح اعمل ايه بس يعني. وان شاء الله بكره احتمال انزل فيديو عن لعبه مش عارفه هي، بس احتمال انزل يعني. وبس يعني انا خدت خازوق في القناه دي، ورب محدش ياخده، بس ادينا نستحمل وادينا ماشيين فيها بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم احمد ديك السوري.